ليست مجاملة ولا إطراء، هي ليست مدرسة، هي صرحا علميا ينبغي أن يعظم الاستفادة منه من كافة الأوجه. وأنا باجي هنا مش عشان أتكلم بقدر ما أجي باخد طاقة إيجابية من الالتزام والانضباط، لأن طول الوقت قاعد أسمع إن مفيش مدارس، لكن لما باجي أنا ليا مرة واحدة في السنة، لما باجي المدرسة دي والله الله يشهد على حديثي وهو خير الشاهدين، أنا باجي آخد طاقة إيجابية من بناتنا ومن ولادنا الملتزمين والمنضبطين. كل الشكر والتقدير لإدارة المدرسة التي دعت ورعت هذا الحدث الطيب. باشمهندس، انا اقول باشمهندس بقى سيد، يعني شديد هذا الصرح الذي افتخر به، وصديقي العزيز وبلدياتي وحبيبي والمثابر والدؤوب، واياكم الاستاذ احمد شمس يعني يمسك موضوع معاه، يعني هتخلصوا هتيجي، يعني هتيجي. انا تقريبا بقعد ادي 50 ميعاد لاي حد الا الاستاذ احمد، ادي له موعد وانا عارف ان انا عشان ارحم نفسي لو انت نفذ الميعاد. مش صح؟ متشكر لحضرتك، متشكرين جدا ليكم. وعشان ما يعني نعظم الاستفاده من الوقت، الباشمهندس سيد اتكلم عن فكره الترشيد. والسؤال الاول في لقائنا النهارده هو ليه الترشيد؟ ليه عاوزين نقلل اللي احنا بنستهلكه مش نمنعه؟ خلي بالكم من الكلام. نرشد لان احنا في الحقيقه عدد سكاننا كبير. يا عم كبير ايه؟ ده احنا 107 مليون من 10 ايام. ده الصين مليار و6 من 10، و6 من 10 دي 600 مليون. ده الهند 1.4 من 10، وال4 من 10 دي 400 مليون، يعني مليار و400 مليون. ده في دول كتيره جدا اكتر مننا. ايوه صح. بس لو انتم حابين نكمل الكلام نقول ان احنا مثلا في سنه 1960 ايام جدودكم كان عدد سكاننا 24 مليون مثلا. في سنه 2008 اعتقد انتم مواليد كام؟ مش كده؟ انا جيت احسبها كده برضو، 2008 كان عدد سكاننا 80 مليون. في المده الزمنيه من 2008 حتى 2024 وصل عدد سكاننا 107 مليون نسمه. ال 107 مليون نسمه دول لو ضفنا عليهم ال 10 مليون اخواتنا واصدقائنا وقرايبنا واهلنا من العرب والافارقه، يعني احنا تقريبا بنتكلم في حوالي 117 120 مليون نسمه. طيب هو الرقم ده كبير في الحاله، بس الرقم ده امتى يبقى بيمثل ضغط علينا ومشكله على الدوله دي اللي هي مش الحكومه، الدوله دي اللي هو احنا كلنا، لما يكون العمل بتاعنا قليل. ومين قال لك بقى؟ انا بسال نفسي، مين قال لك ان العمل بتاعنا قليل؟ شوفوا كده، مفروض الموظف في مصر او العامل يشتغل 7 ساعات، والساعه فيها 60 دقيقه، مش كده؟ يعني المفروض كلنا نشتغل على الاقل 420 دقيقه. في حاجه اسمها منظمه العمل الدوليه، دي احدى المنظمات او الجهات التابعه للامم المتحده. طلعت تقرير كده ظريف جدا لكن مخيف جدا. ظريف جدا للعالم لكن مخيف جدا بالنسبه لنا. قالوا انه دوله زي المانيا بتشتغل 420 من 420، موظفيها بيشتغلوا 420 دقيقه و420 دقيقه، يعني مفيش موظف بيهرب دقيقه واحده. اذا كنتوا عايزين تبقوا دوله متقدمه، شوفوا الدوله المتقدمه عملت ايه؟ اليابان 420 من 420، الصين 418 من 420، يعني في موظف، شويه موظفين هربوا دقيقتين من الشغل. جابوا سندوتش من القطعه، جابوا سندوتشين بالشبراوي، خدوا شويه فول من العربيه الفول الجميله اللي قدام المدرسه الجميله. تمام. امريكا زي الصين فشلت الارض، برضه 418 420. طبعا استنينا عشان اجاوب على السؤال، هو انت ليه بتقول لنا نرشد وانت قلت ان عدد سكاننا 107 و117 بالعرب والافارقه، قول 120 وانت بتقول ان ده مش كتير؟ لان انت لو شفت العدد بتاعنا بقى احنا بنشتغل 32 دقيقه. كتير لما باجي اقول الرقم ده كتير من ولادنا وبناتنا في الجامعه او في اي مكان بيضحكوا. لكن كويس ان انتوا ما ضحكتوش. بس تكونوا فاهمين ايه 32 دقيقه؟ انتوا متخيلين يعني متوسط عدد العمال في مصر او الموظفين بيشتغل 32 دقيقه من اصل انه المفروض يشتغل 420 دقيقه. فهنا قدامنا مسار من الاثنين، يا تخلي الناس تشتغل، وفي الحقيقه واضح ان ده صعب عند المصريين. مصر عنده فائض في الكلام،
لكن عنده عجز في العمل. تلاقي كل العربية الميكروباص بتتكلم، والنظافة والسلوك وشعب، وأول ما ينزل من العربية أو هو فيها يقوم رامي من الشباك، يقوم رامي من الإزاز، وهو نازل لو في إيده حاجة في جيبه، المنطق يقول كده إن إحنا نشيل من على الأرض ونحطه في جيوبنا. لكن إحنا شعب مختلف عن كل شعوب الأرض، بنشيل اللي في جيوبنا ونرمي على الأرض. فمعنى إن إحنا مش قادرين نغير سلوك شعبنا وإحنا مش هنستسلم. عشان كده جت بقى المبادرة الرئاسية العظيمة اسمها بداية. يعني إيه بداية؟ يعني الجمهورية الجديدة اللي انتوا عايشين فيها دي، وانا بقول لكم كلام ان شاء الله يعني بعد عمر طويل احنا هنبقى يعني في دار الحق وانتم في دار الدنيا، هتصدقوا كلامي ده. انا عارف انا بقول ايه بحكم كرجل اقتصاد. يعني اللي بيتعمل النهارده ما حدش هيجني ثماره غيركم بعد 20 25 سنه، انتوا وابنائكم. الدوله زي ما بنت حجر عظيم، طرق وكباري ومستشفيات ومدارس وجامعات. عندكم جامعه اهي مش موجوده في العالم، مش عاوز اقول في مصر بس، يعني بلد كمان انسان بشر. لانه في الحقيقه لو احنا بنينا الحجر وسبناه من غير ما نغير في سلوك البشر، البشر يوم من الايام هيجي يهد هذا الحجر. يعني لا الحجر استفدنا بيه ولا البشر استفدنا بيه. طب نعمل ايه بقى؟ مش قادرين نغير ثقافه الناس في العمل واحترام العمل والانضباط في العمل. فبدانا نقول والله هيا بنا نرشد.